إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم حول الآثار في صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد قال: لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه قال: يا معاذ صل بالناس. فصلى معاذ بالناس ثم مات أبو عبيدة بن الجراح، فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل عمرا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة أي بصيرا بالأمور، ولا أشد حبا للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه ثم اخرجوا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم أحد مثله أبدا. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه، وتقدم معاذ رضي الله عنه فصلى عليه، حتى إذا جيء به محمولا إلى قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس. فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا أي أهالوا فشنوا عليه التراب، فقال معاذ بن جبل: يا أبا عبيدة، لا أثنين عليك ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقت أي غضب وسخط. كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين. إخوة الإيمان والإسلام، نحن أمام نماذج من قمم الرجال الذين غرسوا قيما وأسسوا مبادئ الأخلاق. إننا أمام أبي عبيدة الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقلادة وضعت في جيده: إنه أمين هذه الأمة، وكفى بها صفة تدل على صحة عقيدته وعمق إيمانه.
إننا أمام معاذ بن جبل الذي وصفه سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيد العلماء يوم القيامة. إن أبا عبيدة طعن، استشهد في سبيل الله في واحدة من سلسلة المعارك بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، فكان أول ما يعنيه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أن يستخلف من يصلي بالناس، فأصاب المحز، أي أصاب في اختياره، وطبق المفصل حين اختار سيد العلماء معاذا. وبعد أن صلى معاذ بالناس وقضى أبو عبيدة نحبه، إذا بمعاذ يعظ الناس في هذا الموقف العصيب بكلمات تناسب المقام وتلائمه. إنه يحث الناس على التوبة الخالصة النصوح، مؤكدا أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. ثم يرثي معاذ أبا عبيدة بما هو أهله، فلم يداهن ولم يلاين ولم يعد الحقيقة ولم يقل باطلا. إنه وصف أبا عبيدة بصفات هي صفات عباد الله الربانيين. لقد كان أبو عبيدة كما وصفه معاذ من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يطبقون مبادئ الأمة الوسط المعتدلة في كل شيء حتى في إنفاقها. إن أبا عبيدة كان من عباد الله المتواضعين الذين يرحمون المساكين واليتامى ويبغضون الخائنين المتكبرين، فرضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بهم أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل.